اهلا وسهلا كل المتتبعين ديالي الغاليين والعزاز على قلبي. مرحبا بكم في فيديو اليوم ان شاء الله جيت نشارك معكم كيكه الحامض كتجي اروع ما يكون. مكونات اقتصاديه وسهله وسريعه في التحضير. بلا ما نطول عليكم ندوزو المقادير. بالنسبه للمكونات كيف ما كتشوفوا فهي بسيطه موجوده في كل بيت الحمد لله. كنحتاجو هنايا 5 البيضات بحجم كبير بحراره المطبخ، 280 غرام ديال الدقيق الفورس، 160 ملل ديال الزيت، 250 غرام ديال السكر سنيده، 2 معالق كبار ديال السميدات الحرشه رقيقه، 100 ملل ديال العصير ديال الليمون الحامض، قشره كبيره ديال الحامض محكوكه، 2 خمارات بوزن 14 غرام. هادو هما المكونات ديال الكيكه ديالنا ديال اليوم، كيكه الحامض. هنا اللي بغى يستعمل الطراب اليدوي يستعملوا، اللي بغى يستعمل الخلاط الكهربائي يستعمل. انا استعملت هنايا الخلاط الكهربائي. خديت الكاس ديال مولينكس ديال الخلاط، كنضيف عليه البيض، كنزيدو الزيت، كنضيف عليه عصير ديال الحامض، كنضيف عليه السكر السنيده. من بعد كنخلط هاد المكونات مزيان حتى كينسجموا بعضياتهم، كيصبح لينا اللون ديال الخليطه ديالنا موحد وعلى هاد القوام هذا كيف ما كتشوفوا. من بعد كنضيف عليه قشره كبيره ديال الليمون الحامض محكوكه، من الاحسن يكون الحامض الاخضر فهو كيعطي واحد النكهه ممتازه للكيك ديالنا. من بعد كنضيفوا الدقيق مخلط مع الخمارات، وقبل ما نخلطهم ضروري ما نغربلهم مزيان ونخلطوا هاد المكونات مزيان حتى كتنسجم مع بعضياتها. كنكونوا ديجا موجدين المول ديالنا دهنوه بشويه ديال الزبده ومدردرين عليه شويه ديال الدقيق، وكندخلوه الفران على درجه حراره 180 درجه. كنخلوه يطيب من التحت، عاد كنشعلوه من يتحمر من الفوق. لما طابت لنا الكيكه كندوزو نحضروا السيرو ديالنا. كناخذوا واحد الكاسرونه كنضيفوا ليها واحد 120 غرام ديال السكر سنيده ونص كاس ديال العصير ديال الليمون الحامض. كنخلطوا هاد الجوج المكونات مزيان وكنوضعوهم فوق النار ونخليو السكر حتى كيذوب لنا، ونحصلوا واحد السيرو شي شويه عاقد ونخليه شويه يبرد. بالنسبه للكيكه ديالنا ها هي وجدات. كندهنوها بهذا السيرو اللي حضرته بالسكر وعصير ديال الحامض. كيف ما كتشوفوا هذه الكيكه ديالنا جات منفوخه ورائعه. بالنسبه للتزيين فهو كيبقى اختياري على حسب شنو عندكم موجود في الدار. ممكن تخلوها كما هي على طبيعتها، ممكن تزينوها باللي كان. انا هنا عندي 200 غرام ديال الشوكولاته ابيض نوعيه ديال كالا، كنضيف عليها كاس ديال الحليب كيكون غليان بزاف. من بعد كنطربها بالطراب الكهربائي وكنغطيها وكندخلها للثلاجه تقريبا لمده واحد 7 دقائق. من بعد كنخرج. كنتمنىكم تكونوا بقيتوا معايا حتى لاخر الفيديو. كنشكر كل المتتبعين ديالي الكرام القدام والجداد اللي انضموا للقناه ديالي، الف مرحبا. هنا من بعد ما خرجت الكاناش ديالي ديال الحليب والشوكولات كندهن به الكيكه ديالي من الفوق، ومن بعد كنحك عليها واحد الحامضه خضراء فوق هاد الخليط هذا، فوق هاد الكاناش هذا. كنتمنى هاد الكيكه تعجبكم وتبارطاجيوها مع الاهل والاصحاب ديالكم. وهذه النتيجه النهائيه ديال الكيكه ديالنا. دمتم في رعاية الله. إلى فيديو آخر إن شاء الله الرحمن الرحيم.